تضخيم دور أئمة الحديث. أئمة الحديث بشكل علماء كبار أهل اختصاص، لكن إذا خرجت عن علوم الحديث وفنونه ذهبت إلى الفنون الأخرى، ربنا كما خلقتنا، كما لو ذهبت تضخم مكانة الأطباء وتظن بأن تريد تروج بهذا على الناس أنهم أهل فهم واختصاص في قضايا مثل الاقتصاد والنقد العالمي، ما يمكن يكون. هذا كلام ضحك على الذقون. وأكثر أئمة الحديث ليس لهم ذلك الباع الذي ذكر في الفقه ولا حتى في اللغة العربية، حتى تفاسيرهم اللغة العربية ضعيفة الغالبية العظمى منهم، وكل واحد منهم له جوانبه من جوانب الضعف في أمور مختلفة، وقل منهم من يجمع بين الحديث والفقه، قليل جدا. دع عنك أمور العقيدة التي خاض بعضهم فيها وأتوا بالعجائب، فضخموا هذه وهولوها وهم اللي حفظوا السنة، والسنة مبينة القرآن إلى آخره. نعم السنة مبينة القرآن، لكن السنة هي جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بكامله وسيرته وحياته كصورة كلية، وليست مجرد حديث هنا وحديث هناك، وحديث قد يثبت حديث قد لا يثبت، حديث من برواية رجل أحد فقط عن طريق رجل واحد، قد يكون في علامات استفهام في لفظه أو في دقته أو اندرج عليه من لفظ آخر. هذه كلها تحتاج إلى من يدقق ويراجع وينتقد ويجمع الروايات. وكثير من أهل الحديث من أئمة الحديث ليسوا من أهل هذا الباب للأسف الشديد، حتى في هذا الباب ليسوا من أهله، وإنما يوجدون فن معرفة الرجال. إسناد هذا ليس به بأس، هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد فيه إلا. أما جمع حديث موضوع واحد وعرضها على بعضها البعض ويتبين منها تناقضها أو وجود إشكالات فيها، فلم يعملوا هذا. وخير أنهم لم يفعلوا ذلك، لو فعلوا ذلك لربما امتنعوا عن رواية أحاديث تفيدنا الآن لمعرفة من أين جاء الخلل، وتفيدنا معرفة جوانب قد تكون فاتت. الحديث قد يكون فيه عيوب وأخطاء، لكن يكون فيه جزئية تفيدك فهم حديث آخر. فهذا العمل الفقهي والعمل الفكري هذا تركوه المفكرين وأحسنوا بذلك صنعا، فضخموا هذه وهولوا ولعبوا على هذه الموجة. تخالف الصحابة، تخالف أئمة الحديث، قال الإمام فلان، قال أيوب، لا تجالس مبتدعين حتى لا يبقى في قلبك شبهة، إلى غير ذلك من الكلام الفارغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس ليل نهار المشركين ويناظرهم ويجادلهم بما يأتيه من الوحي. الحق بين ولا يحتاج، مجرد أن تسمع أحد يقول لك لا تجالس نوعا معين من الناس تعرف فورا أن هذا الرجل ليس لديه حجة أو برهان، إلا أن يقول لا تجالسه حتى تطلب العلم بشكل كافي حتى تجي، فإذا جالسته يجب أن تجالسه. فإذا صدرت هذه من إمام كبير يقول إني لا أضع في أذن القطن ويفر من المبتدعين، معناها الرجل فارغ، مع احترامنا للجميع، ما في داعي ذكر أسماء. وفي داعي الفضائح الذي كان يعني يصفون بأنه كان يضع في أذن القطن ويهرب من المبتدعة، ليس لديه شيء، فارغ. هذا باختصار. لأن لا يمكن ما يكون ما نزل على محمد من الحق، لا يمكن المحاججة به وإقامة الإبراهيم به في كل مكان. هذا علامة نقص شديد. إذا معنى عندك نقص معين، ليس لديك حجة، لا تستطيع أن تحاجج بالحجة السليمة.